أصدق الناس والله، شوف والله أحلف أنا أمام الكعبة والله العظيم إن أعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم متبعو آثاره وسنته. كيف تزعم أنك محب لرسول الله وأنت مجرد تلهج باسمه فقط وتدعي حبه فقط وتخالف أمره ونهجه؟ هذا فعلك يكذبك قبل تكذيب الناس لك. محبة رسول الله عظيمة، ما يحب رسول الله إلا من تبعه. أعطيك مثالا يسيرا سهلا. أنس رضي الله عنه، من يشك في صحبة أنس؟ صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لما بلغ يقول ما كان يوم أشد علي من يوم بلوغي حيث حجبت عن بيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. صحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يحبه يقتدي به. من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنا أتتبع الدباء لحب النبي لها. هذا تأسي ليس سنة، ليس سنة، لكن الرجل لمحبته أصبح يتبعه. أنت تسمع كلام رسول الله ينهاك عن تعظيم غير الله عز وجل، عن أصل الأصيل، ثم تخالفه وتقول أنا أحب رسول الله. كذبت. من يحب رسول الله ليس الذي مجرد يقول يا رسول الله، لا، الرسول يقول لا تدعوني ولا تعظمني كما عظم عيسى بن مريم، وإنما يقول عظموا الله سبحانه وتعالى. الرسول عبد من عباد الله يدعوك لتكون من عباد الله. تحب رسول الله اتبع الله، قل إن كنتم تحبون الله وهو الأعظم جل وعلا فاتبعوني يحببكم الله.